تقريبا من سنة 2021 وانا مفكرتش احتفل ببداية اي سنة، ولا فكرت حتى ان اقول ان انا مبسوط ان انا بنهي سنة وببدأ سنة جديدة. لان ممكن رغم ان انا عندي انجازات كتير اقدر اقولها، بس ما عنديش حاجة حاسسها اقدر اعلنها لكل الناس. السنة اللي فاتت كنت انا في الغربة، كنت بعيد عن اهلي، عن صحابي، عن كل الناس بعيد عن نفسي. كان عندي غموض ثقافي ومعلوماتي وعاطفي وكل اللي تتخيله. بس انا موجود في مصر من اول السنة، كنت موجود وسط اهلي رغم ان انا برضو مش مديهم الحب الكامل، بس موجود قدام صحابي بشاركهم نجاحاتهم وطموحهم، اللي بيتجوز واللي بينجح في شغله اكتر واللي بيطور من نفسه ومن علمه اكتر. حتى انا اتطورت قوي، اتعلمت حاجات جديدة، اكتسبت مهارات اكتر، بقى عندي معلومات زي الاول، بقى عندي احلام وطموح اكتر من الاول. ممكن مش ظاهر قوي للسوشيال ميديا في الوقت الحالي، بس صدقوني انا السنه دي نجحت وببدا سنه جديده وانا عندي طموح وامل اكتر، وفخور ان اصدقائي بقوا احسن وانجح، وفخور باللي اخد خطوه في حياته العاطفيه او الاجتماعيه او العمليه. وان شاء الله انتوا كمان تبداوا سنه كلها احلام وطموحات. ممكن تكون الحياه مش سهله، الحياه صعبه، وكمان الحياه الماديه مش احسن حاجه، بس صدقوني طول ما انت عندك امل اللي جاي هيكون احلى.